أن نقولها، لكن لا نريد للأمر أن يصور على أننا ذهبنا إليه وأننا أيدناه فقط لأننا التقطنا معه الصور ثم ذهبنا إلى بيوتنا. هذا كلام غير صحيح. هذا التأييد من قبلنا وهذا الخطاب الحماسي الذي ألقيته نيابة عمن كان معي من الأئمة والذين مثلتهم كذلك أيضا عندما وقفت إلى جانب ترامب، هذا كله ما كان إلا بعد التوافق على الشروط الخمسة. وأنا أعتقد أنه إنجاز تاريخي للمسلمين وإنجاز تاريخي للعرب. أتفهم غضب البعض، لكن أنا أسألهم ماذا قدم لنا الطرف الآخر؟ هناك كثير من القيادات الإسلامية والعربية يا أخي الكريم إلى الآن يحاولوا فقط أن يجلسوا مع الطرف الآخر، أن يجلسوا مع هيرس، أن تستمع إليهم، أن تستمع إلى مخاوفهم، ومع ذلك هذا الأمر لم يتأتى ولم يحصل. لكن نحن على فكرة أيضا هو الذي نحن ذهبنا إليه بدعوة منه. لاحظ الفرق، نحن ذهبنا إليه بدعوة منه وذهبنا بقيمتنا وبقيمنا لأنه بحاجة إليكم، لأنه بحاجة إليكم. أنت تدرك جيدا بأن الوعود الانتخابية لا تلزم إلا من ينطق بها. أنت تثق بالوعود الانتخابية؟ لا لكن أجيب على الشق الأول من السؤال. لكن هذه السياسة قائمة على مصالح. هو يريد منا أمورا ونحن نريد منه أمور توافقنا عليها، فإذا لماذا لا نؤيده؟ لماذا لا نؤيده وهو في المقابل سوف يعمل على تحقيق الخمس الشروط أو الخمس النقاط التي طرحناها عليه؟ أليس هذه هي السياسة؟ أليست السياسة فن الممكن؟ أليست السياسة هي التوافق على مصالح معينة؟ أنت تعتقد أن دونالد ترامب أفضل بكثير من كامالا هاريس بالنسبة للعالم العربي والإسلامي وبالنسبة للجالية المسلمة في الولايات المتحدة؟ هل نسيت أن دونالد ترامب هو الرئيس الوحيد الذي أقدم على نقل السفارة الأمريكية إلى القدس على عكس بقية دول العالم؟ أنا قلت أنني أؤيد ترامب، ولم أقل أن ترامب وليا من الأولياء، ولم أعطيه صك غفران، ولم أقل أنه معصوم. هناك مصالح معينة نحن رأينا أنه هو وعد بتحقيق هذه المصالح التي تعود بالنفع على المسلمين في الداخل والخارج، ونحن توافقنا معه على هذا الأساس. أنا لم أدعي يوما ولم يدعي هو يوما ولا أحد من العاملين معه ولا أحد ممن أيده سواء منا نحن المسلمين أو من غيره أن هذا التأييد معناه شيك على بياض، وأن هذا معناه تبييض لتاريخ دونالد ترامب. هذا الكلام لم يقله أحد. نعم يعني هناك أشياء لا نتوافق نحن وإياه عليها، ولا يتوافق هو معنا في كثير من الأشياء، لكن جمعتنا المصلحة. أنا بالنسبة لي ليست مصلحة شخصية، وإنما قدمت مصلحة العرب والمسلمين في أمريكا. الرجل بعد الانتهاء من الخطاب الذي ألقيته، الرجل نشر هذا الخطاب على جميع مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة به، يعني تقريبا عشرات الملايين من أتباعه وأنصاره. وعلى فكرة هناك من الناس من يغالي فيه، وليس رئيسا عاديا. هذا الرئيس ليس له فقط يعني متابعين، بل له أتباع ويغالون فيه ويقبلون منه كل ما يقوله وكل ما يفعله. فبالتالي عندما نشر هذا الكلام وذهبت كإمام وناداني كإمام، وذهبت وأنا أرتدي الثوب الأبيض، وذهبت بصفتي كإمام وعلى منصته أدعو إلى السلام وأدعو إلى وقف نزيف الدماء وإزهاق الأرواح. هذه الرسالة أنت الآن لو تدخل وقرأت تعليقات الشعب الأمريكي إلى درجة أن بعضهم يقول أنا بكيت عندما كنت أستمع إليك. أنا في تلك اللحظة عرفت أن هناك قوة قد ردمت، وأن هناك يعني جسر قد بني بيننا، جسر من الثقة، وكذلك أيضا من التفاهم بني بيننا وبين بقية شرائح المجتمع الأمريكي. بالنسبة لي هذا من أعظم الإنجازات التي حققناها واستوفيناها بهذا التأييد. فإذا كما ترى هناك مصالح مشتركة. هل تعتقد أنك أقنعت آخرين مثلك في الولايات المتحدة بهكذا خطاب أم لا؟ أنا سأقول لك أمر، لأنني يعني جدا نشط فيما يتعلق بالشباب وأيضا في مواقع التواصل الاجتماعي وأسافر كثيرا. أنا أزعم هذا الآن حتى لا يؤخذ علي، أنا أزعم من خلال تتبعي واستقرائي أن هناك تقريبا 80% من المسلمين يؤيدون ما قمنا به على الأقل. خلنا تنزلا أقول 70%، و80% من العرب
و95% من اليمنيين اليمنيين الامريكيين يؤيدون هذه الخطوات. انت سالتني قبل قليل ماذا عن هارس؟ يعني بالنسبه لهارس فلو ارادت لاستطاعت، لكنها لم ترد كما قلت يعني في تصريح سابق، لانها نائبه الرئيس لمده 4 سنوات. وقلت من قبل انا هذا الكلام على فكره، هذا الكلام يردده الكثير من الامريكيين سواء من المراقبين او من عوام الناس او من عامه الناس، على ان في اخر سنتين هي الحاكم الفعلي لامريكا، هي الحاكم الفعلي لامريكا لاسباب صحيه. بالنسبه لبايدن نحن نعرف ان يعني صحته في تدهور، فهي فعليا هي التي تقود امريكا. نعم. لو ارادت ان تفعل شيء لفعلت، لكنها لا تريد، وبالتالي اي وعود منها، نحن نتحدث مع شخص لم يكن في السلطه، وبالتالي انا اعتقد ان وعودها اكثر مصداقيه من شخص في السلطه، من شخص قادر في الوقت الحالي ولم نرى منه شيئا. رايت الفرق؟ رايت الفرق. بلال الزهيري من ميشيغان، شكرا جزيلا.